لو نفسك في كنافة بالمكسرات زي اللي كانت بتعملها أمهاتنا زمان، مقرمشة من بره وطرية وغنية بالمكسرات والسمنة من جوه وطعمها أصيل، يفكرنا بأحلى أيام زمان. النهاردة إن شاء الله هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا ومضمونة. يلا نعملها سوا بالطريقة الأصلية اللي من أول لقمة هتقولك دي كنافة أمهاتنا. ولو أول مرة تشوفيني يسعدني جدا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أول حاجة هنعملها هنحضر الشربات، علشان احنا عايزين شربات الكنافة يكون بارد في حلة أو كسرولة، وأنزل فيها بكوباية ونص من السكر. هضيف عليهم كوباية ونص مية، والكوباية اللي هنعاير بها السكر هي نفس الكوباية اللي هنعاير بها المية، مستخدمة مج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. هضيف عليهم عصرة ليمونة كاملة، بعصر الليمون على السكر والمية، وبحط قشرها كمان، بيدي ريحة عطرية حلوة أوي للشربات بعد التسوية. ده غير كمان إن الشربات مستحيل يسكر منك بعد إضافة قشر الليمون. يعني لو أنت عايز تعملي الشربات كده واحتفظي بيه باب التلاجة، اعملي وضيف عليه الليمون، ضيف عليه قشر الليمون كمان، واحتفظي بيه باب التلاجة بعد ما يبرد. هيفضل معاك شهور بدون ما يسكر منك. هنرفعه على النار كده وهنحسله بعد الغليان كده 5 دقايق وهنطفي عليه. شربات الكنافة النهاردة عايزين شربات متوسط، يعني يكون لا تقيل ولا خفيف، ويكون شربات بارد. الخطوة اللي بعد كده معانا نص كيلو كنافة، والكنافة اللي معايا دي كانت متفرزة، طلعتها من الديب فريزر وسبتها لما بردت خالص علشان اعرف استعملها. انت لو جايباها صبحة لسه من عند الكنافاني هتشتغلي فيها على طول. لو قطعت الكنافة اول ما طلعتها من الفريزر هتنعم معايا، وانا مش عايزة تقطيع الكنافة يكون ناعم. انا عايزة افرد الكنافة واقطعها بنفس الطريقة اللي كنا بنقطع بيها الكنافة زمان. وبعد ما نقطع الكنافة مش هنضيف عليها سكر ولا هنضيف عليها اي حاجة. احنا قلنا في اول الفيديو هنعمل كنافة النهاردة بالطريقة الاصلية، طريقة امهاتنا اللي كان طعمها وريحتها بيجيب اخر الدنيا، واللي مهما نعمل كنافة بأي طريقة مستحيل تبقى زيها. بعد ما قطعت الكنافة هركنها على جنب، وهحضر الصينية اللي هسوي فيها الكنافة. معايا كوباية سمنة فلاحي، وخلينا متفقين إن الطعم الأصلي للكنافة هي السمنة الفلاحي، وحلويات شرقية يعني سمنة فلاحي. أخدت من كوباية السمنة 3 4 معالق سمنة وحطيتهم في أرضية الصينية اللي هسوي فيها الكنافة. هو ده سر لون الكنافة بعد التسوية. إضافة معلقتين 3 من السمنة في الصينية بيخلي الكنافة تاخد من أرضية لون أحمر جميل أثناء التسوية. هقسم نص كيلو الكنافة على جزئين، واخد الجزء الأول كده وهفرده في الصينية زي ما انتم شايفين. الكنافة هيتوزع بكل سهولة عشان هي معلهاش مادة دهنية. هفردها وأوزعها بالتساوي، وبإيديا هضغط عليها عشان تبقى الطبقة الأولى متماسكة. ودلوقتي بقى هضيف المكسرات، والمكسرات اللي معايا تبقى جوز الهند وزبيب. هرش رشة حلوة كده عليها من جوز الهند، وهضيف كمان شوية زبيب. أنا مش هضيف على الكنافة النهاردة مكسرات أكتر من كده، حابة النهاردة أعمل الكنافة بنفس طعم وريحة زمان. انت لو حابة تضيفي أي مكسرات تانية تكون موجودة عندك مفيش أي مشكلة، براحتك انت. وبعد ما حطيت على الكنافة جوز الهند والزبيب ووزعته كويس زي ما انتم شايفين، هضيف النص التاني من الكنافة اللي موجود معايا، هحطها على الحشو وأوزعها زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم الكنافة بتتوزع بكل سهولة علشان هي ملهاش مادة دهنية. وبعد ما حطيت بقية الكنافة كلها بسوى بإيديا كده زي ما انتم شايفين وبضغط عليها، وبجيب كوباية السمنة اللي معايا وأبدأ أوزعها على الكنافة زي ما انتم شايفين. كوباية السمنة ديت اللي أخدت منها قبل كده 3 4 معالق حطيتهم في أرضية الصينية. هكمل بقية الكوباية كده وأحطها على الكنافة، وبالمعلقة كده هوزعها على الكنافة كلها، بشرط إن الكنافة كلها طولها سمنة. وكمية السمنة اللي استخدمتها النهاردة في نص كيلو كنافة كانت الكوباية ديت، مستخدمتش أكتر من كده، والكمية دي كانت مناسبة جدا وكويسة. والكمية دي مش كتيرة خالص، وما تقلوش كمية السمنة عن كده علشان الكنافة تطلع معاكم دايبة كده وناعمة. لو قلت كمية سمنة عن كده الكنافة هيطلع معاكم معضمة. وبعد ما ضفت السمنة على الكنافة بإيديا كده هضغط على الكنافة ضغطة جامدة عشان الطبقات تتماسك كده والمكسرات متقعش منها. وبالنسبة للتسوية هشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 واسيبه يسخن شوية عشان أول ما أدخل الكنافة تاخد لون على طول، والكنافة ما تغيبش في الفرن وتنشف مني. طريقة تسوية الكنافة النهاردة طريقة مختلفة عن أي طريقة تانية. أمهات زمان ما كانوش بيسيبوها في الفرن أكتر من ربع ساعة. عايزة أقولك كمان إنهم كانوا بيعملوها على عين البوتاجاز، وكان بيطلع معاهم زي الفل وجميلة. وبعد ما جهزت الشربات وبرد هضيف عليه ربع معلقة صغيرة من قصنص الموز، بيخلي الكنافة طعمها وريحتها حاجة تانية خالص. ولو ما انتش حابة تضيفيه ممكن تستبدليه بكيس فانيليا، بس إضافة قصنص الموز بيفرق في طعم وريحة الكنافة. عايزاك تجربيه وانت تحكم عليه بنفسك. بندخل الكنافة الفرن وبنسيب النار شغالة من تحت من الشواية. في الوقت اللي بتاخد فيه الكنافة لون من الأرضية بيكون أخدت لون من فوق. ولو الفرن بتاعك من تحت ومن الشواية مش بيشتغلوا مع بعض هتسيب الكنافة لحد ما تاخد لون من الأرضية وتطفي عليها وتشغلي الشواية، هتاخد لون من فوق وتبقى جميلة. المدة اللي بتاخدها الكنافة في الفرن بالطرقات مش بتزيد عن تلت ساعة، والكنافة بتاخد لون من الأرضية ومن فوق وتبقى جميلة.
أول الكنافة بتستوي ونخرجها من الفرن بنسقيها الشربات البارد على طول. ولو انت عايزة الكنافة تفضل معاكي مقرمشة ما تسقيهاش الشربات أول ما تخرجها من الفرن على طول، سيبها دقيقتين كده تبرد شوية وبعدين سقيها الشربات. هتفضل الكنافة مقرمشة حتى لو فضل منها لتاني يوم. اوعي تستسهلي تشتريها من بره جاهزة، ده في ربع ساعة بالظبط هتعملي أحلى وأجمل صينية كنافة. وكفاية إنك هتعمليها بنفسك. وتسلم إيديكي وعليكم مقدما، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو لسه مكملة معايا وصلت لحد هنا والفيديو عجبك واستفدت مني ولو بمعلومة بسيطة، ما تنسيش تحط لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو كل حبيبك عشان الكل يستفيد. وأشوفكم بخير الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.